أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في هذا اللقاء التواصلي والذي من خلاله نقف عند آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. في حلقة اليوم غادي نتكلموا على مجموعة من مستجدات فريق الرجاء الرياضي. كمقدمة لهذا الفيديو غادي نتكلموا على مستجدات الصحية للاعب خط الأمامي مهدي موهوب، وكذلك موعد اللقاء القادم لفريق الرجاء الرياضي، وكذلك متابعينا الكرام سوف نتحدث قليلا عن تألق هاشم دومينغو ومروان زيلا في المباريات الودية لكي يأخذ فريق الرجاء الرياضي في هذه الفترة. وكذلك متابعينا الكرام هناك نقاش يثير الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مختلف مكونات جماهير فريق الرجاء الرياضي حول منع هذا النادي العالمي من انتقالات الشتوية من اللاعبين الذين يقفوا سدا منيعا، وكذلك هل هذه الانتقالات سوف تكون صائبة في حق نادي لم يستفيد من بعض اللاعبين إلى حدود الآن. هذا نقاش غادي نتكلموا عليه وغادي نعطيو وجهة نظر ديالنا في حلقة اليوم. والعديد من الأخبار مثل زكريا عبوب يواجه فريق الرجاء الرياضي في مباراة رسمية كذلك. على العموم فاللي كنتمنى منكم أنكم تشتركوا معنا في هذه القناة وتفعيل زر الجرس، وكذلك متابعينا الكرام دعم بنا بزر الإعجاب، هذا الأمر يحفزني. تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. متابعينا الكرام نبداو بالانتقالات الشتوية. هذا الموضوع أكيد فهو يخلق الكثير من الجدل، البعض يؤيد انتقالات الشتوية والبعض أكيد يعارض، ولكن كيف ما قلت لكم في مقدمة هذا الفيديو يبقى هذا نقاش صحي. علاش؟ لأن أنت اللي كتشاهد هذا الفيديو أكيد ومتابع وفي لهذه النافذة المتواضعة، فهناك قاسم مشترك كيجمعني وكيجمعك وهو حب فريق الرجاء الرياضي. يعني دائما كنحاولوا نشوفوه بصورة جيدة وكنحاولوا قدر الإمكان نعطيو المقترح ديالنا حسب داكشي اللي كيبان لنا. لذلك الرأي ديالي حول هذه الانتقالات الشتوية كنعتقد فريق الرجاء الرياضي فهو ما محتاج يتم التعاقد مع أحد اللاعبين سواء كانوا في خط الدفاع أو في خط الهجوم، وهذه هي الأماكن المرشحة وبقوة لفريق الرجاء الرياضي لكي يتم التعاقد مع أحد اللاعبين في هذه المراكز. بعض اللاعبين يقفوا سدا منيعا مثل محسن متولي وكذلك العرجون وكذلك عبد الإله الحفيظي، وقد تكون القائمة طويلة أكثر من ذلك مع اقتراب يناير مع بداية الانتدابات والميركاتو الشتوي. فريق الرجاء الرياضي كيف ما قلت لكم في عدة مناسبات عبر هذه النافذة المتواضعة أنه حاليا فهو باقي ما استفدش من بعض اللاعبين، بالمقابل هناك لاعبين يستفيدون من خدمات فريق الرجاء الرياضي من الجانب المالي أتحدث، ولكن من الجانب التقني والفني جماهير فريق الرجاء الرياضي مكتب المسير الرئاسة إلى غير ذلك فنحن لم نستفيد من هذا اللاعب. علاش؟ لأن مدرب زين باور إلى حدود الآن فهو ملقاش التوليفة والتشكيلة الرسمية. إذا جينا نشوفوا تقريبا فكل ماتش كيغير، كل ماتش تقريبا هناك تبديلات مغايرة في الشوط الثاني. أكثر من ذلك كيف ما كنقولوا كاين اللي باقي ما وصلاتوش النوبة مثل مروان زيلا اللي باقي ما شاهدناش، يلا واحد جوج دقائق اللي دخل تقريبا في وقت ميت، ولكن هذا ظهور لا يحتسب أنه لعب مع فريق الرجاء الرياضي. كذلك هاشم دومينغو الذي يتألق، وسوف نعود هؤلاء اللاعبين في حلقة اليوم ونتحدث عنهم، ولكن هنا بغيت نعطيكم غير مثال فقط. نقول كذلك على مهدي مبارك، هناك منافسة شريفة بينه وبين روجي أوهولو لأن بجانبه ما يكون مكعازي. على العموم فخط فريق الرجاء الرياضي سواء في الوسط أو في الدفاع فهناك مراكز عديدة حتى في الأجنحة، يعني هناك فائض في بعض اللاعبين. لذلك كنتمنى من فريق الرجاء الرياضي يتم التعاقد مع التشكيل في الانتقالات الشتوية، لأن الاختيارات والأماكن فكانت صائبة في الميركاتو الصيفي، فكتبقى غير الخدمة ديال المفكرة الألماني جوزيف زين باور أنه يجسد على أرض الواقع ويحاول تكون واحد المنافسة شريفة وفريق تنافسي على المراكز ومن يكون كأساسي ورسمي لكي يكمل معنا رحلة الرجاء والفوز باللقب هذا السنة. هذا من جانب. من جانب آخر زكريا عبوب يواجه فريق الرجاء الرياضي. كيف؟ علاش بعدا خاصنا نتكلموا على زكريا عبوب؟ فمن يعرف فريق الرجاء الرياضي أكيد يعرف زكريا عبوب، يعني المعروف لا يعرف، هذا شيء يبقى معروف. ولكن في نفس السياق متابعينا الكرام فزكريا عبوب هو المدرب الجديد لأولمبيك أسفي، والمباراة الرسمية في الدوري المغربي المقبلة فسوف تكون أمام أولمبيك أسفي، يعني مواجهة أكيد سوف تكون ماشي سهلة وعندها طعم دائما خاص، لا بالنسبة لجماهير فريق الرجاء الرياضي التي تحب هذا اللاعب الخلوق والمدرب كذلك. وفي نفس السياق فأولى المباريات الرسمية لهذا المدرب
أمام فريق الأم، أمام فريق الرجاء الرياضي. تبقى هذه متعة المستديرة. هناك أحداث ووقائع دائما تجعلنا نعشق كرة القدم. على العموم هذا معطى خاصنا نتكلموا عليه. علاش؟ إلا جينا نشوفوا أن فريق الرجاء الرياضي خصوصا لاعبين السابقين اللي دائما تألقوا مع فريق الرجاء الرياضي، فحاليا فهم كاملين عندهم دبلوم ديال التدريب، والأكثر من ذلك فهم كيشرفوا على الأندية الوطنية في قسمها الأول، وهذا أمر ماشي بالسهل. وهناك أمثلة عديدة. هناك جمال السلامي مع الفتح الرباطي، كان كذلك جريندو مع المغرب التطواني، كذلك هناك بوشعيب المباركي مع شباب الرياضي السوالم، وكذلك هناك رضوان حيمر، والقائمة طويلة متابعينا الكرام، من زوج هشام أبو شروان الذي يتألق مع فريق الرجاء الرياضي كلاعب وكمسير وكمدرب. أينما تواجد هذا الشخص فدائما ما يعطي الإضافة. هذا معطى مهم. ولا جينا نشوفوا فغادي نلقاو الأندية محسوبة على رؤوس الأصابع. إلا ما قدرتش نقول لكم أن فريق الرجاء الرياضي هو الوحيد اللي عنده كم هائل من المدربين، وهذه المدربين فكانوا من الركائز الأساسية وأبناء فريق الرجاء الرياضي. لذلك نقول أن النادي العالمي أكثر من مجرد نادي، وهناك مراحل عديدة وخطوات أكثر من رائعة، والتاريخ أكيد دائما ما ينصف الرجاء الرياضي في عدة محطات للإنسانية، للرياضية، للاجتماعية، للثقافية إلى غير ذلك. هذا من جانب. من جانب آخر تألق مروان زيلا وهاشم دومينغو، أنا كنشوف قد ما تألقوا هاد اللعابة قد ما كتصعب المهام على جوزيف زيمباور. علاش؟ لأن الأماكن ديالهم أكيد فدائما ما تكون مملوءة. حينما نتكلم عن التشكيلة اللي مفترض أن تكون رسمية في بعض المباريات من خلال اللاعبين اللي شدناهم، فدائما ما تكون القائمة الأساسية، وكنتكلم عن 11 لاعب اللي كيدخلوا مع بداية المباراة، ما كنشاهدوش فيها هاشم دومينغو وكذلك مروان زيلا، ولكن جوج لعابة فهم تألقوا في المباريات الودية اللي لعبوا فريق الرجاء الرياضي. للإشارة فقط، ففريق الرجاء الرياضي أكثر نادي فهو كيستغل هذا التوقف للدوري المغربي المؤقت بشكل أكثر من رائع من خلال التدريبات الشاقة، وكذلك العمل على حصص تدريبية مضاعفة. وفي نفس السياق فهذا الوقت سوف يكون مفيد لكي يكون موهوب في أسرع وقت ممكن يتواجد مع فريق الرجاء الرياضي. ومن هنا ننتقل إلى مهدي موهوب. فتألق مروان زيلا وهاشم دومينغو في المباريات الودية فغادي يخليهم مرشحين وبقوة على أن يكون على الأقل في بداية الدقائق جد متقدمة في الجولة الثانية لكي يدخلوا كبدلاء. ولكن مهدي موهوب كذلك هناك أنباء تقول سوف يعود بإذن الله هذا الأسبوع في تدريبات فردية. حينما نقول سوف يعود للتدريبات الفردية فالأمر أصبح أكيد وجيز، وكذلك العد التنازلي لكي يكون موهوب المهاجم الذي يقود الخط الأمامي لفريق الرجاء الرياضي، وأن يكمل مجموعة من المحاولات والهجمات ومجموعة من الأمور التكتيكية الذي يفرضها المدرب في المباريات الرسمية، ولكن للأسف لن تنتهي بأهداف كثيرة رغم الفوز ديالنا في بعض المباريات. ولكن دائما هناك قناص كمالونغو كذلك ياجور والعديد من اللاعبين الذين مروا في تاريخ فريق الرجاء الرياضي وأسعدوا جماهير النادي العالمي بتسجيلهم للأهداف تقريبا في كل مباراة. الجميع يقول أن موهوب لديه تلك الصفة، موهوب لديه كل الإمكانيات لكي يتأقلم مع فريق الرجاء الرياضي. موهوب فهو محب للنادي العالمي، هذا اللاعب فهو مشجع قبل أن يكون لاعبا كأساسي يدخل في التركيبة البشرية لقائمة زيمباور. اللاعب اللي كنعتقد غادي ينسجم بطريقة سريعة لأن هناك زملائه رسميين حديثنا عن النفاتي كذلك يعرفه جيدا لأنه كان ينافس معه في الجيش الملكي حينما ارتدى موهوب القميص الفتح الرياضي. كذلك نتحدث عن الزرهوني زميله السابق في هذا النادي، كذلك نتحدث عن مهدي مبارك كان يلعب معه في نفس النادي. على العموم كذلك نتحدث عن يوسف بالعامري كذلك هذا اللاعب السابق للفتح الرباطي. يعني هناك 3 لاعبين تقريبا كانوا يلعبوا مع هذا اللاعب وهذا المهاجم في نفس الفريق، مما يجعل أن التأقلم والانسجام سوف يكون بسرعة. والأكثر من ذلك فهو ابن فريق الرجاء الرياضي ويحب كيان فريق الرجاء الرياضي وفي ذيك الADN والنواة والحب لفريق العالمي. فكل المؤشرات تؤكد لنا موهوب سوف يبصم على موسم يبقى أكثر من رائع رغم البداية المتأخرة، ولكن الكبير يبقى كبير خصوصا حينما يلعب مع فريق كبير، وهذا المثال ينطبق على موهوب وفريق الرجاء الرياضي. من هنا متابعينا الكرام ننتقل إلى توقيت وموعد المباراة
اللي غدا تكون المباراة الثالثة لفريق الرجاء الرياضي بعد تألقه في مباراتان وديتان اللي لعبهم وربح فيهم أكيد فهم بجوج. على العموم فالمباراة سوف تكون يوم السبت بإذن الله أمام فريق اتحاد طنجة. أكيد هذا الفريق فهو عنده نفس الهدف، أنه يحاول قدر الإمكان أنه يلقى الطريق الصحيح، بداية متعثرة وكيلقى أنها مناسبة ودية أمام فريق الرجاء الرياضي لتصحيح بعض الأخطاء، كما هي مناسبة أكيد لفريق الرجاء الرياضي كذلك من طرف جوزيف زيمباور لكي يرى آخر الأمور وآخر القرارات وآخر اللمسات لكي تكتمل الرؤية لهذا المدرب، لأن أعتقد سوف تكون هذه آخر مباراة ودية، لأن الدوري المغربي سوف يعود من جديد ابتداء من الأسبوع المقبل، ومن خلالها سوف تبدأ مرحلة جديدة لزيمباور مع بداية هذا الأسبوع، لأن فريق الرجاء الرياضي هذه السنة فلا بديل سوى الفوز باللقب. هناك ضغط على اللاعبين، هناك ضغط على المدرب، ولكن هذا الضغط فهو يبقى عادي، لأنهم يدافعون على قميص النادي العالمي، يدافعون على نادي لديه جماهير أكثر من رائعة في مختلف مدن العالم، وكذلك فاحنا اشتقنا للفوز بالبطولة لسنواتنا الماضية، وهذا الموسم افتقادنا لمنافسات الإفريقيا فسوف يجعلنا أن نفوز بالدوري المغربي رفقة أكيد كأس العرش. على العموم كانت هذه آخر الأخبار والمستجدات الرياضية بطريقة العفوية أتفاعل معكم من خلال هذه النافذة المتواضعة، لذلك كنتمنى منكم دائما الضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في هذه النافذة. يوميا كنتكلموا على فريق الرجاء الرياضي، يوميا كنتحدثوا على أخبار فريق الرجاء الرياضي بهذا الأسلوب المتواضع. دمتم في رعاية الله.